دي بقى احلى فتة شاورما ممكن تجربوها في حياتكم، بجد كان طعمها حلو قوي وشبه جدا اللي بناكلها بره، مش هتصدقوا اصلا نفسكم ان انتوا عاملينها في البيت. في بوله احط فيها شويه زيت وكوبايه من الزبادي، وهنزل عليها تتبيله الشاورما السوري الجاهزه من شيفي ميكس، لانها هتسهل عليا وكمان هتديني نفس الطعم بتاع بره بالظبط. نزلت عليهم بقى كيلو من البانيه وتبلته كويس قوي، وهنسيبه بقى في التلاجة. عشان نحضر التوميه حطيت معلقتين كبار من النشا، عليهم كوبايه ميه، هنقلب الاول على البارد، بعد كده هنرفعه على نار هاديه ونفضل نقلب لحد ما يوصل للقوام ده. اول بقى ما يبرد هنحطه في الكبه، ومعاه كوبايه من الزبادي، 3 معالق كبار من المايونيز، معلقه صغيره من الثوم المفروم، نص معلقه صغيره من الملح، مع عصره بقى ليمونه وشويه خل وشويه حلوين كده من الزيت. نضربهم بقى لحد ما يوصلوا معانا للقوام الكريمي ده. وعشان نعمل الرز بقى في حله هحط فيها شويه زيت وزبده وشويه بقى توابل صحيحه كده، هتلاقوني كاتباها لكم بالتفاصيل تحت الفيديو. كمان بحب احط فص ثوم مفروم. هنشوح الاول البهارات، بعد كده هننزل عليها بكوبايتين ونص من الرز البسمتي المغسول مش منقوع، وتوابل ملح وفلفل وكركم وشويه من مرقه الدجاج. هنشوح الرز الاول، بعد كده هننزل عليه ميه سخنه بقى بتغلي حوالي 4 كوبايات. مجرد ما الميه تتشرب هنوطي ونغطي ونسيبه بقى يستوي براحته. في سيخ شوايه الفرن حطيت بصلايه كده وبطاطسايه عشان تمسك السيخ، وحطيت الفراخ كلها وقفلت برده ببصلايه وبطاطسايه، دخلتهم يتشووا على اعلى درجه حراره لحد ما تستوي. قعدت تقريبا ساعه وكانت بجد مستويه وطعمها تحفه. وهنا بقى الرز كان استوى وفلفل، وحمصت عيش شامي في الاير فراير. ويلا بقى نرص الفته بتاعتنا. في الاول حطيت العيش الشامي ونزلت عليه شويه كده من التوميه، وبعدين الرز، واخر حاجه بقى الفراخ. بعد ما كانت استوت طلعتها بقى وقطعتها كده وكاننا قاعدين في المطعم بالظبط. عايزين بقى اكسترا توميه كده على الوش، وبالهنا والشفا مقدما.